يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. واخيرا توقف الدوري يا ابو الصحاب خلص، وبناء على كده نرجع تاني لفيديوهات خفاجي ونرجع لمتعه الدوري المصري طبعا وفي غيره. فحبيت يا ابو الصحاب اما نرجع ونبقى كل يوم موجودين معاك، نرجع بفيديو انت بتحبه وانا بحبه، فيديو سؤال وجواب. الناس اللي مش عارفه فيديو سؤال وجواب عباره عن ايه؟ عباره يا صاحبي اللي احنا بننزل ستوري على الانستجرام، بتبعت فيه السؤال بتاعك، اي حاجه عايز تبعتها جوه الكوره، اهلي زمالك بره الكوره، اي سؤال عايز تبعته فبتبعت سؤالك يا ابو الصحاب واحنا بناخده وبنرد عليه في فيديو. فاسيب لك لينك الانستجرام يا ابو الصحاب في اول كومنت، تابعني هناك علشان سؤالك يظهر معانا الفيديو اللي جاي. فيلا يا ابو الصحاب نخش في الفيديو بتاعنا من غير مقدمات كتير اهو، عشان لو الناس بتتضايق من المقدمات. يلا بقى يا ابو الصحاب نخش في الاسئله بتاعتنا، والفيديو فعلا ده ايموت فيه شويه حاجات كده هنتكلم فيها، بس كالعاده سلسله سؤال وجواب مستمريه بدعمك. انت مقصر الفتره اللي فاتت، ما تجيش تقول لي انت اللي مقصر يا خفاجه، انت بتقصر فانا بقصر، هو غصب عني كده. فاتمنى يا ابو الصحاب تعمل لايك، نوصل الفيديو ده 5000 لايك. اما اقول 5 يبقوا 5، ما مش بالفاصل، ماشي 5. لسه ما اشتركش في القناه، اشترك في القناه يا ابو الصحاب ويلا ونبدا بالسؤال الاول. ايه مشكلة محمد شحاتة، وهل الزمالك بيشتريه او اطلع عليه كلام تاني بعد الاولمبياد؟ ويا ريت تفهمني. بحبك من اليمن، تحياتي ليك اهو، شرف وعلى راسي تحيات الاهلي اليمن. اما بالنسبة لمحمد شحاتة بالصحاب، خلاص رسميا هو بقى لاعب في نادي الزمالك. الناس اللي مش عارفة احنا كنا جايبينه اعاره ليه، يعني ببند الشراء. والناس اللي مش عارفة تفعيل بند الشراء بالصحاب بيبقى الاحقية ما بين اللاعب والنادي، نادي الزمالك. اللاعب وافق اللي هو محمد شحاته واتاخد رايه، نجدد يا ابني او نفعل العقد بتاع الشراء. محمد شحاته الموافق وهكمل مع نادي الزمالك. هو لاعب من زمان بيتمنى اللي هو يلعب في نادي الزمالك، والحمد لله بالصحاب تم تفعيل بند شراء محمد شحاته لمده 4 سنوات لنادي الزمالك. فما تقلقش يا ابو الصحاب، الزمالك ضمن حقه خلاص في محمد شحاته، وخلاص بعت 10 مليون كمان لطلائع الجيش اللي هو احقيه بند الشراء. فكده محمد شحاته لاعب لنادي الزمالك لمده 4 سنوات. عندك 100,000 متابع، تخيل، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بسببك. شوف الأجر العظيم اللي أخدته. أتمنى من كل إخواتي أو أي حد بيشوف الفيديو يصلوا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. نقد نقول في ريه ناقصه ابو الصحاب، عشان ما انا بقرا عربي بالعافيه بالله. نقدر نقول ان الشيبي كده خد حقه بعد الغاء العقوبه اللي عليه. هفهمك وجهه نظري في الموضوع ده، بس الناس اللي مش عارفه ان الشيبي اتعاقب 6 مباريات ايقاف من اتحاد الكوره علشان الشيبي راح للمحاكم المدنيه اللي هو ايه، يشتكي ان الشحات ضربه، ودي حاجه بره اطار كره القدم. فاتحاد الكوره التزم باللائحه بتاعته في بند بيقول ان هو لازم يوقفه ايا كان 6 مباريات او نهايه الموسم. المهم يعني بالصحاب ان الشيبي عمل استئناف، والست مباريات دول اتوقفوا مع ايقاف التنفيذ. يعني بكل بساطه يا ابو الصحاب ال6 مباريات دول هيلعب، يعني مفيش ايقاف. يعني الشيبي الناس شايفه اللي هو انتصر في 6 مباريات. انا مش عايز اشعل الموضوع، بس الجمهور انقسم بقى اهلي وزمالك. لو ان الموضوع مش اهلي وزمالك، الموضوع كله في ايد اتحاد الكوره، هو اللي بوظ كل حاجه. هو اما الشيبي مثلا الشحات ضربه بالقلم بتدي له عقوبه، وفي سب دين عقوبه غليظه، عقوبه ما اتكررتش قبل كده، عشان ده عنصر سيء، في حاجه حصلت رجت الدنيا، في حاجه غلط. مباريتين ايه و20,000 جنيه؟ ما هو بسبب كده ان الشيبي الموضوع كبر وراح للمحاكم المدنيه، وبعد كده انتوا عملتوا استئناف والفيفا قالت لك لا، كبرتوا الموضوع وانتوا عارفين ان انتوا اتحاد فاسد وما انتش عارفين تسيطروا على الموضوع ده. فامشوا. انا شايف من وجهه نظري ان انت امشوا، انتوا بوظتوا الدنيا خالص. واتمنى من الجمهور المغربي والمصري والزملكاوي والاهلاوي بلاش انقسام بقى ونقف بقى، عشان انت انتباهك مع حسين الشحات فتروح اهلي، وانتباهك مع الزمالك فهتيجي يلا الله عليك يا شيبه انتصرت بلاش الحاجات اللي زي ديت، عشان انا شايف من وجهه نظر الموضوع في الاول والاخر كله غلط في غلط. بلاش تقف مع جزء معين وانت شايف ان الجزء ده سبب الدين واتضرب، وبلاش تقف مع الجزء التاني عشان انت زملكاوي فعايز ان الاهلي يتضرر في لاعب ويتسجن موضوع كبير. فبلاش، اتمنى يعني من الناس ما تزايدش على التاني. الموضوع في الاول والاخر اصلا كله غلط في غلط. انا اهلاوي بس بحبك جدا، بس عايزين كده زيزو يلعب معانا في كاس العالم. انا عندي برد والله يا ابو الصحاب على الكلمه اللي انت بتقولها دي. كان نفسي اسحبها لك واحده اسكندراني من مناخيري، بس نجيب شخره بالكهرباء. انت بتقول ايه يا ابني؟ كوب الشكاوي ايه دي؟ ايه العالم الفضائيين دي؟ ايه الميزه يعني لو خدت زيزو كوشت على كل حاجه؟ ايه المتعه؟ انت واخد كل حاجه يعني. زيزو ده يعني خدته بنقفل النادي زي برضه ريال مدريد. والله مش متعه ان انا اخد كل البطولات واقوم جايب مبابي. بيقول لي المنافسين حرفيا بالظبط شوفوا لكم كوكب تاني يلعبوا فيه. ايه المتعه؟ والله الكوره ما كده. ايه دي؟ انت بتبقى مبسوط يعني ما بتكوش على كل حاجه؟ مش متعه. لا اوعى شويه، الموضوع رايح جاي، تخسر في صفقه يبقى عندنا لاعب مميز فيشيل. لا ناخد المميز عشان نقفل الدرافه خالص. ايه دي؟ انت في ايه؟ كلام بتاع بن شرقي انه طلب 3 مليون دولار، ده صح؟ اولا يا ابو الصحاب بن شرقي اصلا في النادي بتاعه ما كانش بياخد الرقم ده اصلا.
وطلع كلام ان بن شرقي بعد عن نادي الزمالك، وطلع كلام عايز 3 مليون دولار، وطلع كلام ان في بن شرقي يعني هو اللي بيبوظ الصفقه ومش عايز يجي نادي الزمالك. عموما ابو صعب ده من لسان بن شرقي. بن شرقي الرقم الاول بالنسبه له في الوقت الحالي نادي الزمالك، بس مستني حته القيد اللي انا قلت لك في وقت قريب هم وصلوا مع المحامي بتاع ابو طيب ان هم خلاص هيخلصوا الموضوع، مستنيين جزء بسيط يعني ايه من بالكاف تبعتوا الفلوس يا اولادكم الشكاية عشان يكملوا ويدفعوا جزء بسيط يعني ايه لابو طيب يهدى ويسحب الشكوى ويشيل يعني ايه ايقاف القيد. فموضوع ايقاف القيد برضك معطل الموضوع، وبن شرقي برضك مش عايز يغامر بالموضوع، عايز يبقى يريح نادي الزمالك، مفيش مشكله مفيش قفله كده، مش عايزين ايه يحصل مشاكل. عموما بالصحاب بن شرقي لحد اللحظه ديت مفضل ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك عن اي وقت تاني. في حته ان هو طالب 3 مليون دولار، وانا عارف ان في ناس طلعت واحمد سليمان قال احنا ما بنفوتش، يا عم يقول اللي هو يقوله، المهم هنشوف في الاخر. عموما بالصحاب مفاوضات بن شرقي دي هيكون سبب رئيسي ما بين كابتن حسين لبيب وشخص كمان اللي هو يعتبر رئيس نادي الزمالك الفعلي ممدوح عباس، هما الاثنين دول اللي بيتواصلوا في موضوع بن شرقي. وعموما بالصحاب من الناحيه يعني بن شرقي في الوقت الحالي مفضل نادي الزمالك، بس يخلصوا المشاكل اللي وراه ويخلصوا فتح القيد، وفي نفس الوقت يكونوا جديين ان هم خلاص اتفقوا انت هتاخد مليون و400 مليون 300. الموضوع رايح في الحته دي عشان في ناس بتقول لك هيوصل لمليون 500 وهيوصل 2 مليون دولار. بن شرقي ما طلبش الارقام دي اصلا. بن شرقي يا ابو الصحاب من الناحيه الاقرب ان هو يجي نادي الزمالك، ممكن يحصل جديد في الموضوع هطلع واقول زي ما انا بطلع وبصرحك بكل حاجه. ليه ما عندكش تيك توك؟ انا شايف انك تعمل اكونت وتطلع تتكلم بعد كل ماتش، والله هتبقى حلوه منك إن انت بالذات. والله يا ابو الصحاب والله حته التيك توك دي اصلا انا مش برتاح له، مع العلم يعني في واحد هناك كلمني ليه صفحه هناك خفاجي، بس مش انا والله، يعني بياخد جزء من الفيديوهات بينزل حاجات على الزمالك بس الصفحه مكتوبه باسم خفاجي. جه كلمني قلت له عادي طالما انا مش على الابلكيشن ده خد الفيديوهات اللي انت عايزها، ربنا يرزقك ويرزق كل الناس، طالما انا مش عايز اخش على البرنامج ده. وحقيقه انا مش عايز اروح للتيك توك، انا بس اواظب انا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك اعرف بس انا اواظب كل يوم. ده الناس بتشتكي ان انا ما بطلعش كل يوم، ما بالك بقى اروح على التيك توك كمان ويبقى فيسبوك ويوتيوب؟ ايه دي؟ فانا اعرف بس اظبط يوتيوب وفيسبوك. من وجهه نظرك الشناوي يقف كحارس للاهلي الفتره المقبله، ولا شايف ان مصطفى يستحق التواجد؟ بص يا ابو الصحاب انا اتكلمت في الموضوع ده ما بين اصحابي، يعني الموضوع بيقع ما بين الظلم. عارف الظلم انت لو تعرضت ليه في حياتك هتعرف يعني ايه شخص اتظلم. مصطفى شوبير في اللحظه ديت حس اما هو راح منتخب مصر ان هو اتظلم ومعاه حق، وهو وصل لمرحله نفسيا مش حلوه، واتمنى ما تحصلش في النادي الاهلي. انت قدام مستقبل الشناوي خلاص خلص، دي سنه الحياه والله. في من زمان في الاهلي وفي الزمالك ده بيسلم ده بيسلم ده، لو هنعيش على الماضي الحضري يرجع يقف تاني. ده خلصت الشناوي عادي ما يقعد اخر سنه، وائل جمعه كان بيقعد وبركات وابو تريكه اساطير كانت بتقعد على الدكه ايه يعني. الشناوي على فكره في اخر سنتين ثلاثه من حياته عادي ما يقعد على الدكه، لو هو عايز يكمل مع النادي جاي له عرض وعايز يمشي يمشي، بس خلاص مصطفى شوبير هو اللي يكمل. الواد ده لو قعد على الدكه واتركن وبعد كده يرجع تاني في ماتشات معينه والشناوي يفضل، انا شايف الواد ده هيوقع نفسيا زي ما حصلت لعيبه كتير. من وجهه نظري برضو مصطفى شوبير مستقبل منتخب مصر، علشان كده انا بتكلم عليه بحرقه، علشان مش شايف في الدوري المصري او اجوان كده اقدر اقول مستقبلا اقدر اعتمد عليه، مش شايف اللي هو، فعلشان كده بتكلم عليه بحرقه وشايف ان هو هيتظلم لو قعد دكه. انا اخوك من غزه وزملكاوي وبحبك ومتابع كل حلقاتك على اليوتيوب، واتمنى ترد على تعليق. على راسي وشرف ليا وتحياتي لاهل غزه فلسطين، واتمنى من كل اخواتي هنا يدعوا لهم في الكومنتات ربنا يصبرهم ويقويهم ويحميهم. ده اللي في ايدينا ان نقدر ندعي لاخواتنا في فلسطين غزه. وبرضك تعليق انا علشان في حاجه نزلتها على الفيسبوك، وده والله ما كان على سبيل الهزار ولا التريقه، اتفهمت ما علينا يعني عشان البوست انتشر، يعني البوست اللي انا نزلته يعني ان ياسر حمد يعني اما فلسطين خسرت 5-0 ياسر حمد تسبب في ضربتين جزاء ودخل جون في نفسه، فقلت يعني ناس يقول مكان فين المقاومه، يعني يعترف على مكان المقاومه. والله ما كنت قصدي حاجه، بس الموضوع انا ياسر حمد لما شفت لما نزل ماتش وقلت لك لا على بلدك عشان ما نخسرش اخواتنا، فاكر ما ياسر حمد نزل ماتش كل الناس بتقول ده جاي منه وبتاع، لا جاي منه ايه والله احنا صفقه اسلحه فاسده. رساله هنا للمصري البورسعيدي، انتوا اخواتنا برضك مش تنبهونا؟ ما لعب عندكم سنه قولوا لنا فيها ايه اللي فيه ايه، بدل ما نروح نتعاقد كده زي الهبل يلا واحد من فلسطين ويلا هندفع له بالمصري ونيجي نكتشف ان هو اكل شارب نايم وكمان خسر بلده فلسطين. يا عم ما كنت تقولوا لنا حرام عليكم والله، نيجي كده نرجع لايام فينك يا محمد افغاني،
فينك يا محمود علاء؟ ما هو هرجع للايام دي، ده ارحم، ده عشان الواد فعلا على ارضيه الملعب رتمه بطيء، الاستيعاب بتاع الكره كمان واحد وهو يعني بيعدي عليه واحد على واحد، استيعابه بطيء يعني ممكن يتلم بسهوله. فعلشان كده كتبت البوست دي، وانا شايف من وجهه نظري ان ياسر حمل ما بياخدش ماتشات الفتره الاخيره علشان هو بدنيا كده، يعني هو مفكر جوميز اللي هو لسه ما استعدش بدنيا، لا هو بدنيا كده، يعني هو بدنيا كده. وفي نفس الوقت كمان انا شايف اللي موجودين ده حسام ارحم منه، حسام والمسلولي دول ارحم منه بكتير. وان شاء الله الونش هيرجع قريب ونقفل بقى الصفقه ديت ويرجع تاني على بلده ويروح اي بلد تانية. اعتقد زي يا ابني سيف فلسطين برضك في حاله يروح في اي حته. هو كهربا ماشي من الاهلي، مين قايل لك من فتره ان كهربا جاي له عرض وهيمشي من الاهلي؟ فاكر؟ ارجع للفيديوهات، الحمد لله احنا لما بنقول لك حاجه يا ابو الصحاب بنسبه كبيره بتطلع صحيح. الناس اللي مش عارفه ابو الصحاب، كهربا جاي له كام عرض من قطر ومن السعوديه ومن الدوري المصري كمان، جاي له عرض في اعاره وفي بيع، وفي نفس الوقت ابو الصحاب زي ما قلت لك كولر مش مقتنع بكهربا بنسبه 100%. فبناء على كده الاهلي بيدور على مهاجم تقيل، اللي زي ما قلت لك اللي هو ابو 5 و6 مليون دولار بالفعل. ابو صحاب اللي هم كانوا مرشحين يعني كانوا يتيه، وفي نفس الوقت لسه مكمل مع موليكا في كام صفقه الاهلي بيدور فيهم. وبناء على كده هيبقى عنده وسام ابو علي وعنده مهاجم جديد. فعلشان كده ابو صحاب كهربا هيدور ان هو يخرج، والاهلي ما عندهوش مانع ان هو يخرج كهربا. وكهربا ياما سبق كتير مع نادي الزمالك ان هو بيطلع بمبالغ محترمه فعلا. كهربا مع نادي الزمالك فعلا طلع ب 2 مليون ونص دولار، ايام ما كانت الاعراض اصلا يا ابو الصحاب ب 200,000 و100,000 دولار كانت الاعراض. كهربا كان بيطلع بقى بمبالغ كبيره. فكهربا يعني معروف في السعوديه بشكل كويس، جاي له عرض يعني من السعوديه وجاي له من قطر وجاي له من الدوري المصري. الاهلي لسه ما استقرش هيوديه فين، بس هيشوف العرض المناسب، لا اما بيع لا اعاره. ورساله اخيره لاخواتي الزملكاويه بالنسبه لموضوع كهربا، انا عارف ان في ناس شمتانه كهربا الاهلي رماه والكلام ده كله، مش بحب الحاجات اللي زي ديت علشان ما تبينش اهتمامك للشخص. الراجل سابك وهرب، وعلشان ده موقفي ليه. حتى عقده بقى في ناس بتتكلم عقده صح عقده غلط، المهم سابني ومشي في توقيته هو اللي بنسبه كبيره. كهربا اللي خسرني الدوري، كان فاضل مباراتين او 3 كان هيفرق معاه بعد الكونفدراليه. المهم يعني يا ابو الصحاب موضوع كهربا الاهلي هيستفاد منه ماديا، وفي نفس الوقت كهربا خد اللي هو عايزه من النادي الاهلي كبطولات كاسم وككل حاجه. المهم اما كهربا يعمل حاجه او تصريحات ضد الزمالك تطلع ساعتها وترد عليه زي ما انا بطلع وارد عليه في مواقف كتير. اما الحاجات اللي هي زي ديت ده بتنقص كمان، انا شايف من وجهه نظري من الجمهور ان انت بتبين ان انت دماغك متعلقه بكهربا بامام ببتاع. ما تشغلش دماغك، الاهلي رماه، الاهلي طلعه اعاره، الاهلي مش عايزه يلعبه، دي حاجه بتاعته. المهم لما يطلع يتكلم عن ناديك تطلع وترد عليه في الصح بس. وبس كده، وده كان فيديو سؤال وجواب ابو صحاب، اتمنى يكون عجبك. مستني وجهه نظرك في الكومنتات على المواضيع اللي انا اتكلمت عليها، بشوف معظم الكومنتات وبعمل قلوب كالعاده. ابو صحاب لو عايز سلسله سؤال وجواب تستمر اتمنى تتفاعل معاها بلايك، نوصل الفيديو ده 5000 لايك. وبعتذر انا عارف لو انا ما خدتش اسئله كتير، اسف ابو صحاب. نتعود الفيديو اللي جاي، والناس اللي ناسيه يعني ولسه مش متابعانا على الانستجرام، تابعنا على الانستجرام ابو صحاب علشان الفيديو اللي جاي يطلع سؤالك معانا الحلقه اللي جايه. شكرا ليكم. اتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناه بنوه يعني في النقطه ديت عشان في ناس كتيره بتتفرج ولسه ما اشتركتش. اشترك بالصحاب وفعل الجرس علشان اي فيديو ننزله يجي لك اشعار بيه. شكرا ليكم ونتقابل فيديوهات جديده. سلام.